الاهلي النهارده قدم مباراه اسوأ مباراه ممكن تكون انت كاهلاوي او مشاهد شفتها في حياتك للاهلي. انا اوسخ مباراه شفتها الموسم ده للاهلي هي المباراه دي. بالامانه الاهلي عمل حاجات مستفزه جدا لينا احنا كجمهور. تهاون جدا، استهتار من اللعيبه بطريقه كبيره جدا، حاجات ما كناش متخيلينها ان ممكن تيجي من لعيبه في الوقت ده اللي هو انت عندك خلاص مباراه ان شاء الله مع القطن الكاميروني يوم السبت. فكان لازم تكسب الماتش ده وتقدم اداء كويس تقنع الجماهير ان انت ان شاء الله رايح تكسب. لكن من الاداء اللي انت عملته ده الجماهير كلها متاكده ان انت مش هتكسب ولا هتطلع من دور المجموعات السنه دي. بيبدا الشوط الاول يا عزيزي ويبتدي التشكيل الاهلي ب 4 3 2 1، وفي الهجوم كهربا، وتحت منه على طول بيرسي تاو، وعلى الجنب الشمال محمد اشرف اللي كان عامل مشكله النهارده موجود كانه مش موجود. محمد اشرف في غياب علي معلول، لا وجود لمحمد اشرف ولا وجود للباك الشمال تماما. علي معلول هو انسب واحد يكون في المكان ده، خاصة ان علي معلول ملهوش بديل غير محمد اشرف في الاهلي. فكده مشكلة لازم تتحل من ادارة الاهلي بانهم يجيبوا صفقة تكون حاجة شبه علي معلول، غير كده هتبقى دايما مشكلة في النادي الاهلي. ينزل معانا في نص الملعب اللي هو حمدي فتحي، وجنبيه مروان عطية اللي النهارده اسوأ مباراة واسوأ 45 دقيقة عملهم من ساعة ما جه الاهلي. حمدي فتحي اللي النهارده كان مهدد هو ان هو يطرد بسبب التدخلات العنيفه اللي كان بيعملها، ومروان عطيه كمان لولا ان اتبدل كان احتمال كبير قوي ان هو يطرد بسبب التدخلات العنيفه اللي هو كان بيدخلها. كل واحد منهم خد كارت اصفر، كان ممكن لو كملوا المباراه في الشوط الثاني وهما الاثنين جنب بعض كان ممكن بنسبه كبيره جدا واحد منهم يطرد. الحمد لله ربنا ستر ونكمل وينتهي الشوط الاول اللي هو كان ممل لدرجه كبيره جدا. الشوط الاول ما كانش فيه ولا اي كوره من ناحيتين سواء الاهلي او الداخليه. الاهلي في نص الملعب والداخليه في نص الملعب، وده يدي لده وده ياخد من ده، وخلاص كده انتهى الشوط الاول بنتيجه 0-0. نخش على الشوط الثاني. كل جماهير النادي الاهلي كانت بتقول ان ما ينفعش كولر يكمل بالتشكيله دي في الشوط الثاني، وكان متوقع ان هو هيعمل تبديلات، خاصه زي ما قلنا ان بيرسي تاو ما كانش موجود ولا هو ولا محمد اشرف، ونص الملعب كان في خطر، فكان لازم يتدخل كولر. وبالفعل عمل التبديلات في بدايه الشوط الثاني، سحب بيرسي تاو ونزل لنا محمد شريف، سحب نص الملعب منه مروان عطيه ونزل لنا اليو ديانج، وسحب كمان محمد اشرف ونزل لنا علي معلول. وبالفعل بدأنا نشوف إمكانيات حلوة من النادي الأهلي، بدأ الهجوم، بدأ الضغط، واللعيبة استوعبت الفكرة، خاصة إن 3 ورقات مهمين قوي نزلوا، بس ورقة واحدة منهم ما كانش ليها دور كمان. إحنا ما كناش متوقعين كده جدا جدا من اليو ديانج اللي كان مشكلة كبيرة جدا في نص الملعب النهارده، مش باص فقط. اليو ديانج كان بيلعب مع الداخليه، كان بيلعب مع الداخليه. اليو ديانج كان موجود مع الاهلي، لا ما كانش موجود مع الاهلي. اليو ديانج عايز يمشي بالاهلي، انا متاكد ان هو بيعمل كده عشان عايز يمشي بالاهلي، لان ده مش مستوى اليو ديانج اللي كان المفروض هيحترف بره في اوروبا. ده مش مستوى نص ملعب اليو ديانج اللي احنا متعودين عليه كجمهور الاهلي وجمهور مصر كله. محمد شريف ما نزلش مهاجم تاني مع كهربا، لا محمد شريف نزل فوق علي معلول في الجنب الشمال، لكن ما كانش ليه وجود اصلا، يعني ما كانش برضه عامل اي حاجه خالص. محمد شريف كان بيكمل ناحيه الشمال وبيخش مع الهجوم. بالنسبه لكهربا والجون اللي جابه بالمجهود الفردي، هيقول لي مجهود فردي ازاي؟ ده كانت باصه، اقول لك لو اي لاعب تاني زي محمد شريف كانت جات له الكره ديت كان اخره خالص ممكن يرجع لورا او ممكن يطيرها في الجو زي ما احنا شفنا عمل محمد شريف. لكن كهربا بحرفنه حلوه كده ومجهود فردي منه ان هو يلف 360 درجه وسط ويشوطها في البعيده، ما كانش متوقعه خالص، والحارس ما كانش متوقعه، ودخلت الهدف الاول وربنا كرم والاهلي بقى كسبان 1-0. تخلص على كده؟ لا ما تخلصش على كده. بعدها بكام دقيقة الدنيا بتحلو والاهلي بيعمل هجمات ورايح جاي وفي خطورة من ناحية الاهلي. يخش محمد شريف يدينا كعب حلو كده جميل لحمدي فتحي في منطقة الجزاء، ما كانش قدام مدافع الداخليه غير انه يكسره جوه المنطقه، لكن بعد مراجعه الفار ما اتحسبتش ضربه جزاء واتحسبت انها ضربه حره، والكارت الاحمر لمدافع الداخليه. ربنا كرمنا وهنلاعب 10 لعيبه نكسب بقى 2-3. لا يحصل العكس يا عزيزي، طبعا الضربه الحره بتضيع كالعاده، مفيش حد طبعا عندنا بيشوط خالص، وترجع هجمه مرتده للداخليه علينا، ياخد المدافع اللي هو اسمه رشيد ده مهاجم الداخليه، ياخد مدافع الاهلي في ظهره ويخش بيها ويشوط في الجول، وتبقى التعادل 1-1 للداخليه، وينتهي الماتش على كده بالنسبه لينا احنا كاهلي.